الشيخ شمس الدين يحكي قصة وقعت معه مؤثرة جدا. تابعوا معنا. كان يجيني شيخ أعمى لأني درت نداء لواحد طفلة باش ندير لها عملية على عينها، جاب لي 300,000. هذاك 300,000 هي لا بونسيون تاع هذاك واش عندهم، الدولة تبعث له 300. كنت نشد 300 ونعطيهم لواحد الإنسان، نردهم 600 ونقول له تبعوا كي يوصل البوزريعة يطلع في العمارة أعطيهم له. ما لا رجل يروح يدخل العماره يوصل يعطي له 600. غدوه من ذاك يجي يجيب لي 600 يقول لي يا شيخ كون نحكي لك ما تصدقنيش، يقول لي مديت لك 300 جاوني 600. لا اله الا الله. نزيد له 300 رديتهم 900. والله العظيم نعطي للراجل نقول له تبعوا كي يوصل قيبي يوصل يدخل دارو يعطي له يقول له هاك عم روحك. يجي غدوه من ذاك يجيب لي 900,000 يقول لي يا شيخ كون نحكي لك ما تصدقش، اعطيتني 600 ولاو 900. سبحان الله. حتى حصلت معاه وصلنا ل2 ملايين وانا مانيش حاب نقول له بلي راني نبعث له الراجل، هو كل ما نتمد له يجيب. حتى حصلت معاه قلت له الحاج الله يرضى عليك ما زيدش تجي خلاص، ما زيدش تجي، لو كان تزيد جيني ما نشدش عليك. الحمد لله. لأن هو كل ما نعاونه يزيد يجيب هذيك الصدقة. علاه قلت لك كاين معادن تاع خير في هذا البلد. نعم. فهمتوا علاش الشارع يتصب، نعم. فهمتوا علاش الشعب تماسك. قلت لي انت مراه من الوهران دارت بير في البويره. نعم. وراك راح تصيب محسن من البويره وداير بير في طامن راسد. نعم. وراح تصيب واحد من طامن راسد داير حاجه في عنابه. نعم. صح. وراك راح تصيب جامع مبني في تيزي وزو بناه واحد من الغرب. هذا هو الشعب الجزائري. الحمد لله رب ما العالمين. كاش لي يوحد الشعب كما الاعمال الخيريه. الحمد لله. العمل الخيري. الناس هذا داير مسجد في غير ولايته، هذه دايره بير في غير ولايتها، هذا يبني مدرسه في غير ولايتها. هذا الشعب ما يعرفش العنصريه. الحمد لله. الحمد لله. ما يعرفش كي يتعلق امر بالله وفي وجه الله وصدق لوجه الله يتحرك. الله يبارك.